جريدة صوتكم. بالنسبة لحظوظ المنتخب الوطني المغربي كجمهور مغربي ولا كإعلام رياضي، كنتفائلوا خير إن شاء الله، رغم أننا طحنا في واحد المجموعة اللي هي صعبة تقريبا، آه، نظرا للمستوى اللي كاين عند منتخب بلجيكا ومنتخب كرواتيا، وما نساوش أيضا منتخب كندا اللي الجمهور المغربي تقريبا غادي يخلي اللي يعتبروا الحلقة الأضعف. ولكن نتمنى نستافدوا من الأخطاء ديال مونديال روسيا اللي استهزأنا تقريبا بالمنتخب، بعض المنتخبات اللي خسرنا دوك المقابلات، يعني بحال منتخب ايران وخسرنا ديك الساعه ديك المباراه. كنتمنى ان شاء الله المنتخب الوطني يعني يحققوا واحد النتيجه ايجابيه في المباراه الاولى ضد كرواتيا، اللي غتخلينا نمشيو ان شاء الله متفائلين في باقي المباريات. صراحه اش نقول لك، حنا متفائلين كما كنا متفائلين قبل النسخه ديال مونديال روسيا، متفائلين في هذه النسخه هذه. رغم وقع ما وقع، ان شاء الله بدايه جديده مع الناخب الوطني المغربي وليد الركراكي. على الورق احنا في مجموعه صعبه اللي فيها اعتد المنتخبات اللي هي بلجيكا وكرواتيا، وحتى كندا اللي هو واحد المنتخب اللي غادي يكون الحصان الاسود في هذه المجموعه هذه. لانني شفت بزاف ديال الناس كيحقروا هذا المنتخب هذا وكيقولوا باللي انه سهل المنال. بالعكس، المنتخب الكندي تطورات الكره ديالو مؤخرا، ولا هو اللي مسيطر في امريكا الشماليه. في السابق كان الولايات المتحده الامريكيه، حاليا منتخب كندا ولا كيشد مع هذا المنتخب ديال امريكا والمكسيك. فالمجموعه صعيبه على الورق، حنا صعب اننا ندوزوا المجموعه، ولكن ان شاء الله نتمنى اننا نستغلوا الفرص ونستغلوا التوهج ديال بزاف ديال المواهب اللي عندنا واللاعبين البارزين في الانديه الاوروبيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.